هي كانت مكالمة مدتها تقريبًا دقيقة ونُص أو دقيقتين، ولكن المكالمة دي كانت كفاية جدًا، جدًا إنها تنقذ العميل ده من تكسير موتور وعَمرة كاملة و10 بواكي على أقل تقدير. المكالمة دي جات لي الساعة 17:10 النهارده قبل الفطار، العميل ده عطل بعربيته. وبالمناسبة بس قبل ما أكمّل الكلام، المكالمة دي جات لي خوفًا من العميل، يعني كان دافع المكالمة دي دافع الخوف، وهافهّمك ليه أنا باقول الحتّة دي. المهم إنه العميل ده كلّمني، أنا ماشي بعربيتي، قُلت له: "بس اوصف لي إيه اللي حصل." قال لي: "أنا ماشي بعربيتي على سرعة 80 أو 90 ومرّة واحدة سمعت صوت خربطة لمدة مثلًا ثانية ونُص كده أو ثانيتين والعربية بطّلت منّي بدون أي مقدمات." قُلت له: "طيب العربية اتخنقت منّك، كان في تقطيع، كان في أي حاجة؟" قال لي: "ولا أي حاجة، أنا ماشي بالعربية في أمان الله زي الفل ومرّة واحدة الصوت ظهر ثم إنه العربية بطّلت بدون أي مقدمات." بالمتابعة معاه، طيب انزل افتح الكبوت، طيب بعد إذنك بُص كده على سير الكتينة، لو عرفت تبُص عليه يعني من تحت الcover بتاعه أو الحتّة اللي هو بيبقى موجود فيها السير. قال لي: "أنا شامم أصلًا ريحة شياط." قُلت له: "بس شكرًا، أنت كده سير الكتينة عندك اتقطع." ده دايمًا اللي بنقوله للناس، من فضلك إذا عربيتك أنت ماشي بيها في أمان الله ولقيت إنه العربية بطّلت منّك مرّة واحدة بدون أي مقدمات، وحُط تحت كلمة مقدمات دي مليون خط، يعني العربية لا كان فيها تقطيع ولا كانت بتنتِّش ولا كانت مخنوقة ولا أي حاجة، أنت ماشي عادي جدًا على أي سرعة 80، 100، 170، 200 ولقيت مرّة واحدة العربية بطّلت، حتى لو ما سمعتش صوت. لقيت مرّة واحدة العربية بطّلت، أنت كده بنسبة 98% عندك سير الكتينة اتقطع. هو ده العرض الوحيد اللي بنعرفه إنه سير الكتينة حصل فيه مشكلة. فمن فضلك العميل ده لو ما كانش كلّمني وكان دوّر الماتور أو دوّر العربية مرّة أو 2، مرّة أو 2 بس، كان طقم الصبابات ده راح في 60 مصيبة. كان فتح الماتور بقى غيّر طقم صباب، وطبعًا غيّر جوانش سلندر، وهنشوف بالمرّة طقم الشامبر، دخل في عَمرة كاملة زي ما قُلت لك والله على أقل تقدير النهارده مع الأسعار بتاعة النهارده حوالي 10,000 جنيه. طيب أنت ما عليك من كل الكلام ده، افتكر الكلمتين اللي أنا باقولهم لك، لو محرك عربيتك بطّل مرّة واحدة بدون أي مقدمات 98% ده سير كتينة، ابعد إيديك دي عن مفتاح العربية، ما تلمسش مفتاح العربية، وقُل الكلام ده لمراتك، لأختك، لوالدتك، لأيًا كان يعني فئة السيدات، لإن هُم دايمًا لازم يكون عندهم التوعية بالحتّة دي لإنها مهمة جدًا. أنا باقول لك مكالمة مدتها دقيقة ونُص أغنت الراجل عن إنه يدخل في أفلام وفي قصص. أنت لا تتخيّل أنا النهارده أخدت كَم دعوات من الراجل شكلها عامل إزاي. والله أنا يعني أنا بقيت يعني اللي هو مكسوف من نَفْسي، اللي هو يعني مش عارف أرُد عليه أقول له إيه. حاجة بس أخيرة أقولها لحضرتك، سير الكتينة بيتغيّر كل 60,000 كيلو، ما تستناش لمّا السير يوصل للعرض ده إنه يتقطع منّك. حاول دايمًا وأنت بتغيّر سير الكتينة تشتري أنضف الأنواع، زي مثلًا GM زي دايكو زي continental وأنواع كتيرة موجودة في السوق، أنواع نضيفة original. دي الحاجة الوحيدة اللي لازم يا جماعة تغيّرها original. ما تعتمدش إنه سير كتينة وزيه زي أي سير، لأ، والله، والله هتندم. ومن فضلك وأنت بتغيّر السير تغيّر معاه البلية، سواء كانت الثابتة أو المتحركة أيًا كان، تغيّر بلية الكتينة. من فضلك بلاش تغيير السير فقط. وما أتمناش أكون طوّلت عليك. سلام عليكم.